السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد او وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال السردين في الفران بحشوه رائعه، تيجي مقرمش وولذيذ بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وندوزو مباشره باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي حبه ديال البطاطا اللي مقشره ومحكوكه في الحكاكه الغليظه. عندي كيلو ديال السردين اللي مغسول مزيان ومحيد ليه السلسول ديالو. يعني بالنسبه للكميه السردين كتبقى على حسابكم. عندي صوص صوجا، عندي زيت العود، عصير حامضه، عندي معلقه كبيره ديال الشرموله، وعندي الهريسه، عندي الزيتون والحامض مصير مقطعين بجوجه، مقطعين رقاق، عندي حبه ديال البصله اللي محكوكه، وعندي سميده اللي غادي نحتاجها، غادي نديرها مع الحوت قبل ما ندخلو الفران. وغادي ناخذ واحد الاناء فين غادي نخلط هاد الحشوه اولا العماره اللي غنعمر بها السردين قبل ما ندخلو الفران. عندي هنايا حبه ديال البطاطا اللي مقشره ومحكوكه في الحكاكه الغليظه، حبه ديال البصله صغيره محكوكه، وغادي ناخذ هنايا الزيتون والحامض مصير مقطعين رقاق. عندي واحد راس معلقه ديال الهريسه، عندي معلقه كبيره ديال الشرموله، كيف ما ممكن تعوضوها بالربيع والثومه والكمون والملحه والتحميره. عندي عصير حامضه، وعندي شويه ديال صوص صوجا، وغادي نزيد واحد الخطيط هكايا ديال زيت العود. هادو هما المقادير اللي نحتاج في هاد الحشوه. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف وسهله، يعني المكونات ديالها يعني متواجدين في الدار. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. يعني هاد الحشوه يعني اقتراح جديد، كيف ما ممكن يعني ننوعوا مره في الحشوات ديال السردين. وكنتمنى هاد الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهنا من بعد ما خلطت الحشوه مزيان حتى تجانسوا المكونات مع بعضياتهم، دابا غادي ندوز باش نعمر السردين. غادي ناخذ عندي واحد الطبسيل فين غادي نخدم، وغادي نبدا نهز هكا حبات ديال السردين اللي يعني مغسول مزيان قبل محيد ليه السلسول ديالو. كندوزو الظهر ديالو في سميده رقيقه. في كل وحده كنحتاج 4 ديال السردينات، وضروري ما ندوزو هكا الظهر ديالو في سميده رقيقه باش منين يطيب يعطينا تقرميشه. ونحاولوا نحيدوا داك الاخر اللي تيكون في السردين، نحيدوه باش منين ناكلوه يعني بلا ما يديرونجينا شي حاجه وحنا تناكلو، يعني غير نهزوا الحبه وناكلوها بلا ما ديرونجينا حتى شي شوكه ولا شي حاجه. وكناخذ هكايا الحشوه ديال البطاطا المحكوكه وكنديرها في الوسط، وكنبدا نجمع هكايا السردينات على هذا الشكل. ومن بعد كنشدهم بواحد الكيردون باش ما كيتحلوش في الفران. كيف ما كتشوفوا الطريقه راها سهله وفي نفس الوقت يعني كيطيب. وحتى بالنسبه للبطاطا راها كطيب في الفران، لان بطاطا يعني محكوكه راها كطيب، غير تكون العافيه متوسطه ونخليوه ياخذ وقته في الطياب حتى يتحمر ويولي مقرمش وصافي نطفيو عليه. ونفس الشيء غادي نهز هكايا الحبات ديال السردين وندير الظهر ديالهم في السميده رقيقه، ونبدا نقادهم على هذا الشكل. طريقه سهله، وكيف ما قلت لكم يعني ما فيها باس مره ننوعوا الطريقه ديال الطياب ديال السردين. كيف ما قلت لكم نحاول نحيدوا داك الاخر اللي تيكون في السردين. ونهز هكايا الحشوه ديال البطاطا نديرها في الوسط،
ونحاولوا اننا ما نكتروش الحشوه بزاف باش البطاطا يعني ما تكونش كتيره باش طيب لينا مزيان. ونبدا نجمع هكا السردينات على هاد الشكل ونجمعهم بالكيردون، وغادي نستمر على هاد الشكل حتى نكمل الكميه ديال الحوت اللي عندي كامله والكميه ديال الحشوه. كيجيو على هاد الشكل، يعني الطريقه راها سهله وكيجيو لذاذ في نفس الوقت. ونحاولوا اننا الطياب ديال السردين نبعدو شي شويه على القلي وعلى الزيت، حتى ولو اننا نديرو زعما الا درنا السردين بالطريقه العاديه ديال الشرموله وحده فوق وحده، نديرهم في السميده ونستفوهم في الفران في اللاطه ديال الفران، وراه يعني كيطيبوا مزيان وكيجيو بحال الا قليناهم في الزيت، غير هو يعني كتكون بطريقه صحيه اكثر. وغادي نستمر هكايا على هذا الشكل، كنقاد في الحوتات ديالي. وراه كاينين طرق كثيره في يعني ديال الحشوات، ممكن ديروا بطاطا مسلوقه حتى هي كتجي رائعه مع حبه ديال الفلفله مشويه اللي مقطعه رقيقه، حتى هي كتجي حشوه لذيذه بزاف. ومن بعد ما كملت التعمار ديال الحوت كامل اولا ديال السردين كامل، دابا درتو في واحد اللاطه ديال الفران، وغادي ندخلو الفران، غادي نشعل عليه الفوق والتحت بعافيه متوسطه ونخليه حتى يطيب مزيان ويتحمر. وقبل غادي ندير هكا واحد خطيط ديال زيت العود وغادي ندخلو الفران غير باش يتحمر ليا من الفوق، يعني غير خطيط، غير شويه ديال الزيت. وكيف ما قلت لكم نشعل عليه الفوق والتحت ونخليه ياخذ وقته في الطياب. وهنايا السردينات ديالي من بعد ما طابوا، يعني حتى الحشوه ما تخافوش منها، راها يعني كطيب من الداخل لان بطاطا محكوكه، راها كطيب. كيف ما قلت لكم غير تكون العافيه متوسطه، نخليوه ياخذ وقته في الطياب، والعافيه تكون من الفوق ومن التحت باش يتحمر لينا من الفوق ومن التحت. وراها وصفه سهله ولذيذه في نفس الوقت. كيف ما قلت لكم نحاولوا اننا نغيروا شويه من الطريقه ديال الطياب ديال اولا التحضير ديال السردين، وتيجي الشكل ديالو زوين. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وممكن ديروه يعني ديروه الطبق كطبق رئيسي اولا مرافق الطبق الرئيسي. وصافي هكا غادي نبدا نقادو في الصحن ديال التقديم على هاد الشكل، ونزينو من الفوق هادوك لي كيردون، يعني نزوقوهم باش ما بغينا. انا زوقتهم غير بالزيتون مقطع، ممكن ديروا الزيتون العادي الفرماج، يعني كيبقى لكم الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديال السردين في الفران بحشوه لذيذه واقتصاديه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.